السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد القرشلات غنديروهم غير بالفينو ان شاء الله، اللي تيجوا تبارك الله اكثر من رائعين. نتمنى تجربوهم ونتمنى يعجبكم الفيديو. ولا عجبكم الفيديو البنات دعمونا بلي لايك، الله يجازيكم بخير. ما تنسوش لي لايك والاشتراك في القناه اللي مازال ما مشتركش، فضلا وليس امرا. والله يسر امورنا واموركم وامور المسلمين جميعا، وعواشركم مبروكه بالصحيحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. بشي كتمناو البنات ربي يفرح قلوبكم كاملين ويفرح قلوب الجميع، الله يسر امور الجميع. كما تلاحظوا البنات هاد القرشله تبارك الله تيجوا اكثر من رائعين ومهويين البنات ومفشفشين من الداخل تبارك الله بحال البغرير. نتمنى يعجبكم ان شاء الله وتجربوهم، وتيجوا محمرين البنات. وغادي نديروا لهم جوج تشكيلات ان شاء الله. شكيل غنديرو عادي غندير فيه الشوكولات من الداخل، وشكيل هذا غادي ندير له هكا سنيده من الفوق، وشكيل غندير له اللوز. المهم غادي ننوع البنات عجينه واحده غادي ننوعوا منها هكا الشكيلات على بركه الله. هنا غادي نحتاج عندي 4 الكيسان ديال الفينو وجوج كيسان البنات ديال الفرص. هنا غنديروا العكس اللي مولفين غنديروا الفينو اللي كتير والفرص غير 2 كيسان. 4 الكيسان ديال الفينو وجوج كيسان ديال الفرص الخاص بالحلويات. نخلطوهم البنات هكا مزيان، نخلطوا الفرص مع الفينو حتى ينسجموا مزيان. نخلطوهم وعاد غنديروا هنا عندي معلقه حبه حلاوه والنافع وشاصيه ديال الفاني غادي نسمو بها، وكاس ديال سنيده مع عامرش. وغادي نزيد هنا واحد الشاصيه ديال الخميره د الحلويات، ومعلقه البنات كبيره عامره ديال الخميره. وغادي نزيد شويه ديال الملحه، بطبيعه الحال ضروري الملحه البنات ما نساوهاش، واخا القراشل تيجوا حلوين ضروري باش تعدل لنا الذوق. الا ما درتوش الملحه تيجوا خا القراشل حلوين تيجوا البنات ما فيهمش المذاق، تيجوا باسلين، تيجوا زوينين في المذاق. صافي هنا من بعد ما خلطت داك المكونات غادي ندير الحليب. هنا غادي نعجن غير بالحليب البنات، تقريبا عندي هنا يطرو ديال الحليب، عفوا البنات غير نص يطرو. هنا زدت نص كاس ديال الزيت. المهم انتم تشوفوا الطريقه كيف تندير. انا هذه هي الطريقه ديالي، تندير حفره هكا في الوسط ديال الطحين تندير كل شيء البنات ونخلط سواء كان الماء ولا الحليب. دابا انا هاد عجنتهم بالحليب، عندي هنا نص يطرو د الحليب كفاني البنات في هاد الكميه ديال الطحين. هنا البنات انا نسيت الزهر في الاول ما درتوش، ولكن ماشي مشكل غادي نزيدو غادي ندلك به العجينه. والعجينه البنات ما تقصحوهاش من الاول، ما تطلعوهاش قاصحه، طلعوا العجينه ديالكم مرخوفه من الاول باش ما تعذبوش، لان الفينو تيشرب بحالو بحال السميده حتى يشرب حتى هو وما غادي تولي لكم العجينه قاصحه وغادي تمحنكم. غندلكوا العجينه ديالنا البنات مزيان من بعد ما كملت الكميه ديال الحليب. ولا ما كفاكمش البنات الحليب وشفتوا العجينه مازال قاصحه زيدوها الماء ماشي مشكل. وهنا زدت 2 معالق ديال الزبده، ضروري البنات الزبده تولي العجينه ديالنا تبارك الله رطبه وزوينه. غادي ندلكوها مزيان في داك العجينه وتدخل مزيان داك الزبده في العجينه. صافي نديروها في واحد البواطه، درت انا في واحد البواطه وغطيتها بواحد الميكاكا ولا السلوفان بلاستيكا، ونخليوها البنات يخمر. ضروري نخليوه حتى يضاعف الحجم ديالو. كما تلاحظوا تبارك الله نتوما العجينه كيف تتولي، ضروري نخلو الخميره العجينه ديالنا تخمر مزيان باش تيجينا هاد القراشل تيجوا ناجحين ويجوا البنات مفشفشين. اما الا قرصوهم في البلاصه راه ما تيجيوش ما تيجوش هكا النتيجه اللي باغينها. هكا تبارك الله تيجوا رائعين. صافي هنا غادي ندوز نشكلهم هكا البنات، وملي نخرجوا منهم داك الهواء ما نعجدهمش البنات، ما نعاودهمش هكا بالعجينه، غير شويه هكا نخرجوا منهم ديك الهواء مع الجوانب هكا ديال العجينه. صافي نبدا نشكلوا العجينه ديالنا الكويرات ديالنا.
انا هنا غندير غير الكويرات الصغار. هاد القريشلات هادو البنات تيجيو هكا غير صغار وتيجيو تبارك الله هكا زوينين في النظره وحلوين هكا في النظره ديالهم الصغار. غندير انا كويرات غير صغار كما تلاحظوا هكا غير بحال الشكل ديال الكوزه القرقاعه. ودرت اللاطه الاولى البنات اللي شفتوا، وهذه اللاطه الثانيه غادي ندير فيهم الشكلاط. هادو غنديرهم عاديين هكا، ندير فيهم الشكلاط وندير لهم الجنجلان من الفوق. وشكل اخر البنات نتوما غتتبعوا معايا شنو كيفاش غادي ندير له. هذه دابا اللاطه الثانيه تندير لها هكا طرف ديال الشكلاط، واحد القطعه ديال الشكلاط وتنشكلهم عاديين. هذه اللاطه البنات الاولى اللي قديتها معاكم من بعد ما نسالي العجينه كامله هكا كويرات، تنشكلهم كويرات. رجعت ليها دابا انا غادي ندير لها هاد الشريطات هكا بحال زائد، يكون المصماضي وغندير لها هاد الشريطات هكا كما تلاحظوا في الصوره بحال الشكل ديال زائد. صافي من بعد ما تنكملهم تندوز البنات مباشره تندهنهم بالبيض. هنا عندي واحد صفر ديال البيض، الصفر ديال البيضه هكا، ودرت له واحد شويه ديال الحليب وشي قطيره ديال الخل، وتندهن بهم البنات هاد القريشلات مباشره. من بعد ما تندهن اي وحده دهنتها البنات ندير عليها شويه ديال الكاوكاو هكا، غير شويه ديال الكاوكاو في الفوق في داك البلاصه اللي درت لها الخطوط ديال بحال زائد داك الفتيحات. تندير لها عاوتاني فوق منها شويه ديال سنيده كما تلاحظوا البنات. اللي دهنتها تندير لها كاوكاو، تندير لها سنيده باش تيلصق مباشره عليها، ما نخليوش البيض حتى ينشف، وعاد نديرو سنيده ونديرو كاوكاو. وتاجوا القرشلات البنات تبارك الله وصلى على النبي زوينين بزاف. صافي من بعد ما كملت اللاطه هذه على هذا الشكل هذا، درت البنات 3 ديال اللاطات. عطيوني تبارك الله الخير والبركه، هذا ماشي كيلو كامل ديال الطحين، وتبارك الله 3 ديال اللاطات. هذه دابا اللاطه الاخرى البنات غادي ندير لها غير سنيده هكا من الفوق، ما غاديش ندير اللوز، ما غاديش عفوا ندير كاوكاو. وانتم لكم الاختيار البنات، الا بغيتو ديروا كل شيء بكاوكاو ديروه، المهم لكم اختيار. انا بغيت هكا ندير نوع وصافي باش يبان لي هكا الشكيلات في عجينه واحده نخرج منها هكا الشكيلات. هذو البنات عاديين، غادي هادو اللي درت لهم الشكلاط. هاد اللاطه هذه اللي درت لها الشكلاط غادي ندهنهم عاديين بالبيض، وغادي ندير لهم زنجلان. والفران البنات يكون عندي سخون، بعدا غادي نخلوهم حتى يخمروا، غادي نغطيهم ونخليهم حتى يخمروا عاوتاني ضاعف الحجم ديالهم، عاد ندخلهم البنات الفران ضروري. نشعلوا على الفران ويكون الفران سخون مزيان، تيسخن لينا الفران، وعاد ندخلوا اللاطات البنات ديالنا طيبوا كما تعرفوا على القراشل ضروري يطيبوا على عافيه مهيله، ما يكونش العافيه مقتوله البنات وما يكونش مجهده باش ما يتحرقوش. ملي تنشوفوهم تنديروهم في الجهه الفوقانيه ديال الفران، ملي تيحمروا لينا نهبطوهم لتحت عاوتاني نشدوا اللويين ونخرجوهم. صافي تيكونوا تبارك الله طايبين كما تلاحظوا البنات تبارك الله كما تشوفوا، تيجوا زوينين بزاف. وهادو ديال اللي درت لهم سنيده تيجوا رائعين البنات، تيجي واحد الشكل هكا مختلف على القراشل العاديين. وهادو عاوتاني اللي فيهم وداك الكاوكاو البنات ما كيحيدش لان لاصق، درناه على البيض ودرنا عليه سنيده، وديك السنيده كتشد فيه مزيان. هانتوما البنات القرشلات تبارك الله تيجوا مذهبين فنين. ومن بعد ما درتهم في طبق تقديم، هذا هو الشكل النهائي ديالهم البنات. نتمنى تجربوهم ان شاء الله، تيجوا رائعين البنات تبارك الله. هاد القريشلات وتحطوهم هكا في النهار ديال العيد ولا هكا في الايام العاديه البنات تبارك الله في وقتاش. ودغيا تيوجدوا كما تعرفوا القراشل دغيا البنات اكثريه في الحال سخون، يعني ما تيعذبوكم ما والو، ما تيطولوش في الخميره، دغيا تبارك الله تيوجدوا. وكل شيء تيحماق عليهم القريشلات البنات بالصغير بالكبير. وبسلامه عليكم حتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.